سوف تصبح مليونيرا إذا وجدت هذا الحيوان. هل تخيلت ذات يوم أن تسير في مكان ما وتجد شيئا قيما يحولك من شخص عادي إلى مليونير في ثانية واحدة؟ وأنا لا أقصد بالشيء القيم كنزا أو حقيبة بها ملايين الدولارات بالداخل، بل إنني أقصد شيئا مختلفا تماما، وهو إيجاد حيوان ما. ربما أنك تعرف أن الأشخاص الأغنياء والمغرمين بعالم البرية مستعدون لدفع أموال كثيرة جدا لامتلاك بعض الحيوانات المميزة، وهذا ما يجعل الصيادين يستغلون هذا الأمر بشكل مبالغ فيه ويبيعوا بعضا من هذه الحيوانات في السوق السوداء. لذا أحضرنا لكم هذا الفيديو اليوم لنتعرف معا على أغلى الحيوانات بالعالم. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات حتى يصلكم كل جديد، ولا تبخلوا علينا بالإعجاب بالفيديو. تاسعا، الببغاء الأسود. هذا الببغاء موجود بالفعل وليس صورة معدلة ببرنامج الفوتوشوب، وهو من أكثر الحيوانات الثمينة التي تعيش في شمال أستراليا وشبه جزيرة كيتاريوك، وهو من أقدم فصائل الببغاء الموجودة في أستراليا، فهو من أوائل الحيوانات التي عاشت في الجانب الشمالي من أستراليا، وهو يمتاز بسلوكه المتهور والجنوني. لذا من الصعب جدا أن يتم أسره بأي شكل من الأشكال، فهو يصاب بالعنف والتوتر بسهولة جدا، أي أن أقل خطأ في تدريبه وترويضه قد يؤدي إلى إثارة غضبه وأذيته لمدربه. بالإضافة إلى أن هذا النوع من الببغاوات يمتلك نزعة انتقامية، أي أنه لا ينسى أبدا إذا قمت بأذيته في يوم من الأيام. واحذر أن تضعه في قفص وهو غاضب، لأنه سيقوم بقطمه بمنقاره، حتى أنه لا يتناسب معه بقاؤه في حديقة الحيوانات، لأنه يود أن يأكل حبات اللوز من على الشجر وسط الغابات. وإذا فكرت أن تضعه في حديقة الحيوانات أو أي مكان لتأسيره فيه، فقد يموت بعد فترة نتيجة إصابته بالاكتئاب، بالإضافة إلى أنه لن يتزاوج ويتكاثر، ولهذا من الصعب جدا أن تحصل على واحد منه في مكان محكم، وهذا ما يجعل سعره مرتفعا في السوق السوداء حيث يصل إلى 16,000 دولار. ثامنا، أرونا دراغون فيش. تعد هذه السمكة واحدة من أقدم الأسماك المكتشفة حول العالم، فقد ظهرت هذه السمكة في بداية العصر الجوراسي، وتعتبر هذه السمكة في أيامنا هذه مثل التعويذة للحصول على الثراء، وهذا ما يجعل ثمنها غال جدا. وتمتلك سمكة الأورنا عدة فصائل، فمنها سمكة الأورنا الحمراء التي تباع في السوق السوداء مقابل 10,000 دولار، وهي أسماك نادرة جدا لدرجة أن الشخص الذي يريد امتلاكها عليه أن يحصل على شهادة موثقة بتاريخ ومكان امتلاكها. إلا أن هناك الكثيرون محترفي الصيد الذين يحاولون اصطياد هذه السمكة دون أن يدفعوا أموالا كثيرة أو يحصلوا على شهادات موثقة. سابعا، الأسد الأبيض. منذ زمن بعيد كنا نظن أن الأسد الأبيض مجرد مخلوق خيالي يتواجد داخل الأساطير المذهلة بجنوب أفريقيا. تم نشر أول الأبحاث العلمية الخاصة بهذه الفصيلة من الأسود في القرن العشرين، ولكن ما تم التأكد منه أنها فصيلة نادرة جدا، فلم يتم إيجاد هذه الفصيلة مرة أخرى حتى عام 1975 الذي وجد فيه العلماء زوج من الأسود البيضاء. وهناك ترجيحات تنص بأن الأسد الأبيض يعيش منذ العصر الحجري القديم، ولكن في عصرنا الحالي يبلغ إجمالي عدد الأسود البيضاء الموجودة في العالم 200 أسد يعيش في حدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية، وهذا ما يجعلها فريسة صعبة للصيادين، ولكنها ثمينة أيضا، حيث يبلغ ثمن الأسد الواحد فيهم إلى 100,000 دولار. سادسا، قرد دي برازا. في عالم الحيوانات تتواجد فصائل وأنواع كثيرة متشابهة لبعضها البعض، ولكن الأمر يختلف عند هذا القرد، فإذا حالفك الحظ ورأيته مرة في حياتك لن تنساه أبدا، لأنه يبدو وكأنه عجوز جدا، فبغض النظر عن سنه فهو يولد بهذا الشكل، ويبدو دائما وجهه حزين. وتعيش هذه الفصيلة من القرود في منتصف أفريقيا، ويمتاز هذا القرد بأنه ماهر جدا في الاختباء وسط أوراق الشجر، فإذا أراد ألا يظهر لك فلن تراه مهما حاولت، وإذا أردت أن تأسره وتمتلكه عليك أن تدفع في القرد الواحد ما لا يقل عن 7,000 دولار. وبالرغم من مهاراتهم الكبيرة في الاختباء، إلا أنه ما زال يتم اصطيادهم كثيرا، والجدير بالذكر أن عددهم بدأ يقل بشكل متزايد، وهذا يعني أنه كلما قل عدده كلما زاد سعره. خامسا، الطوقان الكبريتي.
إذا كنت مهتما بعالم الطيور فبالتأكيد أنك ستعرف أن طائر الطوقان من الطيور النادرة جدا، فهو طائر غريب من نوعه ويخلط بين صفات عديدة من طيور مختلفة، وأكثر ما يميزه هو صوته الرنان، حتى أن طعامه يبدو خليطا مختلفا تماما، إذ أنه يأكل الفواكه بأنواعها وفي الوقت ذاته يأكل الحشرات والضفادع، وهو يتواجد بكثرة في الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية بداية من جنوب المكسيك وحتى فنزويلا وكولومبيا. وأحيانا يرغب المغرمين بالطيور أن يحتفظوا بهذا الطوقان كحيوان أليف عندهم، ولكن عليهم أن يدفعوا 4000 دولار ليمتلكوا واحدا منه. رابعا، الحصان العربي. إذا كانت لديك أي معلومات أو اهتمام بالخيول أو حتى إذا لم تكن مهتما بهم على الإطلاق، فبالتأكيد أنك قد سمعت عن مدى قيمة الحصان العربي الأصيل، فهو من أفضل وأجود فصائل الخيول التي عرفها التاريخ منذ قديم الأزل، وذلك لجمالها الخلاب وسرعتها الفائقة. ظهرت هذه الفصائل منذ ما يقرب من 2500 عام، وفي أيامنا هذه يمكنك أن ترى الخيول العربية في السباقات العالمية وفي الأفلام السينمائية أيضا نظرا لجمالها الخلاب. فإذا أردت أن تمتلك حصانا عربيا أصيلا عليك أن تدفع مبلغ 30,000 دولار، ولكن هناك فصائل في الخيول العربية ثمينة جدا وباهظة الثمن لدرجة لا تتخيلها. ففي عام 1984 تم بيع حصان عربي من فصيلة بيدرون مقابل 11 مليون دولار. نعم، فهو ثمن لا يصدق أن يتم دفعه لحيوان، ولكنه حدث بالفعل. ثالثا، القرد الجليدي. يبلغ ثمن قرد فروستر بروف حوالي 3000 دولار، وهو يعيش في غابات اليابان في درجة حرارة منخفضة. فهذه الغابات الموجودة في شمال اليابان تمتاز بالصقيع فيها، حيث تبلغ درجة الحرارة فيها 5 درجات تحت الصفر. لكن للأسف في أيامنا هذه يصعب جدا امتلاك قرد من هذه القرود، لأنه أصبح من الفصائل المحمية التي ترعاها منظمات الحيوان العالمية. ثانيا، دجاج أيام جيماني. يعتبر دجاج أيام جيماني من أغلى الدجاج الموجود بالعالم. تنتمي هذه الفصيلة إلى أندونيسيا، وهي فصيلة نادرة. يمتاز الدجاج باللون الأسود، وما يميز هذه الدجاجة أكثر أن نشاطها اليومي يضاهي نشاط 10 دجاجات من الفصائل العادية. لهذا فهي تباع داخل أندونيسيا بمبلغ 200 دولار للدجاجة الواحدة داخل أندونيسيا. أما إذا فكرت أن تشتريها من بلدة أخرى فهذا يعني أن ثمنها سيبلغ آلاف الدولارات. أولا، الأرغل. الأرغل هو غنم بري يعيش في المناطق المرتفعة بأواسط آسيا، وهو يمتاز بقرونه التي يبلغ طولها 190 سنتيمتر، بالإضافة إلى أنه يعد أطول فصائل الغنم الموجودة حول العالم، وهي دائما تتواجد في مجموعات، ويصعب اصطيادها بشكل كبير جدا لأنها لا تمكث في مكان واحد، فهي مثل الحيوانات الرحالة كثيرة الانتقال من مكان إلى آخر. لذا إذا أردت أن تشتري واحدا منها فعليك أن تدفع 100,000 في السوق السوداء، ولا يدفع هذا الثمن إلا المغرمين بالحياة البرية الأثرياء بالتأكيد، ويعتبر ثمنها غاليا جدا لهذه الدرجة لأن قرونها وحدها تساوي 7,000 دولار. أخبرنا في صندوق التعليقات الموجود بالأسفل أي من هذه الحيوانات لفت انتباهك أكثر، وهل أنت من المغرمين بالحياة البرية أم لا؟